احنا دايما متعودين ان اللحمه بتتشوي على الفحم، انما الاقي مكان في السعوديه في جده بيعمل لحمه مشويه على الحجر والزلط، دي حاجه جديده بالنسبه لي قوي. والمكان ده متخصص في الاكل العربي زي المندي، المصبي، المضغوط. واكتر حاجه مميزه المكان ان المطبخ بتاعهم مكشوف، يعني سواء هتختار اللحمه بتاعتك برضو مكشوف، والمطبخ اللي بيستوي فيه اللحمه برضو مكشوف. احنا كنا طالبين 3 كيلو لحم غنم وطلبناهم مصبي. المصبي دوت عامه بيبقى من غير تتبيله، بيحطوا على الحجر على طول كده. انا مش قادر اوصف لكم جمال ريحه اللحمه وهي بتتشوي. طلعنا فوق قعدنا في الجلسات، بعد كده بقى الراجل جاب بقى السلطات والحاجات دي كلها، بطيخ واناناس والحاجات ديت كنا طالبينها فوق الحاجات اللي احنا طالبينها، لكن السلطات بتيجي فري عامه. دي شكل اللحمه بعد ما اتشوت. بصوا هي يبان اللي هي عظم، بس انا عايز اقول لكم اللي هي كانت فيها لحم كتير جدا، لان نوعيه اللحمه اللي عندهم سواء التيوس او الخرفان بتبقى لبان اللي هو سنها صغير شويه، ولكن في المجمل طعمها حلو جدا، لان اللحمه طعمها بيزك من غير توابل، فانت بتستطعم بطعم اللحمه جدا. الرز البسمتي طعمه عادي مش مميز عامه، بس كان طعمه حلو. حبيت اجرب اللحمه مع العسل. انا عايز اقول لكم يا جدعان الاختراع دوت عمره ما خذلني في مره، يعني اللحمه مع العسل وهمي بجد. حليت كده في الاخر بكريم كراميل وكان طعمه حلو جدا، عجبني قوي. خد تعالى، انت رايح فين بالصينيه دي؟ خد تعالى. انتوا مش خدتوا نصيبكم. احنا لسه ما كناش. لا، ما هو واحنا عشان نصيبك حطيته لك قدامك، ونصيب حسين حطيته له قدامك. خد بالك، ده انت كده بتاكل معزه كامله في ايدك. دي ربع معزه. ربع معزه. يا عم بالهنا والشفا يا عم، انا اكل رز بس. هينفع كده يا استاذ حسين؟ انا والله باكل بحال، انا ما عندي مانع. هطلب. هتطلب غيره؟ ايوه ما عندي مشكله. خلاص بقى. وبس كده. انا ابو حميد، يا ريت تتابعني وتعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.